واحده بس، الريكفري ستيشن هتريحك من كل الالام اللي بتحس بيها، سواء انت ربة منزل او بتشتغل شغل مكتبي. كل الالام والاوجاع بتحس بيها في ظهرك ورقبتك ورجلك، جلسه واحده الريكفري ستيشن هتريحك تماما. تعالوا اوريكم ايه خطواتها. تعالى اقول لكم على اول خطوه بنعملها في الريكفري ستيشن اللي هي المانيوال ثيرابي او العلاج اليدوي. ازاي اقدر اقيم انهي عضله موجود فيها تشنج مسببه لي الم مستمر وارهاق مزمن عند المريض بتاعنا. عن طريق المانيوال مساج او المساج اليدوي اقدر افك التشنجات العضليه، وكمان عندنا ادوات كتيره في العياده اقدر منها افك اي تشنج عضلي لقيته. بعد كده نخش المرحله اللي بعدها هي مرحله التعقيم، عشان خاطر اقدر استخدم الابر الصينيه او الدراي نيدل اللي انا هقدر استخدمها لاكتر من مكان عشان تفك التشنج العضلي اللي انا لقيته. ميزه الابر الصينيه ديت زي ما انتم شايفين المريض مش حاسس بيها باي الم، وفي نفس الوقت بتفك التشنج العضلي فورا. ممكن استخدمها في اكتر من مكان على حسب ما لقيت المريض موجوع فين. نخش مرحله بعد كده هي المساج كابينج، ودي بتبقى مساج عن طريق الحجامه، بتحسن الدوره الدمويه جدا، فتقدر تفك لي اي تشنجات انا لقيتها وانا بقيم المريض بتاعنا. ممكن استخدمها بتحسن له الدوره الدمويه. وبعد كده نخش المرحله اللي بعدها وهي مرحله الحجامه اللي الحالات بتاعتنا بيحبوها قوي، ودي بتنقسم لحجامه جافه او حجامه عن طريق التشريط على حسب الحاله بتاعتنا، وبنستخدم معاها كمان التمارين الرياضيه اللي مناسبه للمريض بتاعنا. ونخش اخر مرحله هي مرحله المساج اللي بعديها المريض بيحس براحه تامه.